أدرجت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تقريرا حول أداء الدولي المغربي سفيان أمرابط في ودية الأسود والبرازيل، بالإضافة إلى ما قدمه عبد الصمد الزلزولي. وأبرزت الصحيفة المقربة من أسوار فريق برشلونة الإسباني أن مبعوثا من الفريق الكاتالوني تابع مباراة البرازيل من أجل الثلاثي المغربي سفيان أمرابط، عبد الصمد الزلزولي وشادي رياض. وشدد المصدر نفسه على أن أمرابط ثبت خط وسط المنتخب الوطني المغربي أمام البرازيل، استطاع إيقاف هجمات خطيرة لمنتخب السيليساو، مشيرا إلى أنه قدم أكثر المباريات ذكاء مع الأسود. وأكدت الصحيفة الكاتالونية أن أمرابط كان خيارا لبرشلونة في مرحلة الانتقالات الشتوية الماضية، معتبرة أن لاعب فيورنتينا قد يكون بديلا لبوسكيتس. وتحدثت الصحيفة الإسبانية أيضا عن أداء الزلزولي أمام البرازيل على الرغم من دخوله بديلا في الدقيقة 76، مبرزة أن عبد الصمد أتعب دفاع منتخب السامبا في مناسبتين، تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي سيواجه نظيره البيروفي في ثاني مباراة ودية بعد غد الثلاثاء في مدريد في 9:30 مساء.